الحديث. رغم أن تونس تحتفل اليوم بعيد الجمهورية ال55 بعد الاستقلال والثاني بعد الثورة، لكن ما كانتش فما مظاهر احتفالية في شوارعنا، أو على الأقل الاحتفال ما كانش كيف العادة. هذا ما رصدته اليوم كاميرا الأخبار خلال الروبورتاج هذا. تحتفل اليوم تونس بعيد الجمهورية ال55 بعد الاستقلال والثاني بعد الثورة، وعلى خلاف اللي شفناه في الأعياد الوطنية الأخرى، شارع الحبيب بورقيبة اليوم الصباح كان المشهد فيه عادي كما بقية الأيامات. يسألنا الناس كيفاش يعيشوا 25 جويلية 2012، كانت إجابتهم: عيد الجمهورية حبر على ورق. وين هو عيد الجمهورية؟ أنا فقت به كان أمس، نسيتها مرة واحدة. ما عادش موجود عيد الجمهورية. وين هي الجمهورية؟ وين هي الدولة؟ وين هي الحكومة؟ وين كما العيد الكل، كما ان شاء الله البلاد تتحسن هكا. وهذا فرح عيد رمضان وعيد الجمهوريه، يعني عيد في عيدين. ما عاد فين النظام، فين الجمهوريه؟ وما قبل بون سيتي اون ديكتاتور، مي يافي ان بريزيدون. حتى كي احنا كان حقنا مهضوم نعرفوا شكون عامله، تو ما عادش نعرفوش حتى شيء، حتى عام تاع عامين 10 سنين اخرين ما نعرفوش شكون باش نحاسبوا. هو يا حسره على الجمهوريه، مشات من كنا صغار نشوفوا عيد الجمهوريه واستعراض جيش واستعراض قوات، وقعد بالنسبه للتوانسه كجور فرياك ويرتاحوا فيه. في عيد الجمهوريه ايضا تحسوا هذا مظهر تاع احتفال رسمي بعيد الجمهوريه. انا نحس انه فما نوايا مبيته للنظام هذا، النظام الجمهوري، ونتمنى من الشعب التونسي انه يستفيق بالحق ويدافع على النظام الجمهوري. بعض الافراد رفعت شعارات باش تعبر اما على احتفالها بهالمناسبه او غضبها من عمل الحكومه. احنا جينا اليوم باش نعبروا معناتها على الفرحه نتاعنا اللي اليوم معناتها دوله تونسيه حره، جمهوريه تونسيه حره، ما عادش تحت ضغط معناتها الاستعمار. شعار الحكومه فاشل، يخرجوا لنا نهار كامل في لي جون كومبيتون كيما مصطفى كمال النابلي، سو با نورمال. وسرعان ما تدخل رجال الامن وطلبوا من المتظاهرين سلميا بحل لمتهم بدعوى انه يمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبه. السؤال المطروح هو: هل انه الاحتفال بالاعياد الوطنيه اليوم ولا تحتاج للرخص من وزاره الداخليه؟